أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سلفني كتاب. رجعنا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سلفني كتاب. النهاردة هنعمل حلقة ميكس ما بين حبنا للقراءة وحبنا للشاشة. هنتكلم عن أفضل 5 أفلام مصرية مأخوذة عن روايات. أنا شخصيا بحس بسعادة لما بعرف إن رواية بحبها هتتحول لفيلم، وبخاف إن السينما تظلم خيالي. بس ال5 أفلام اللي هنتكلم عليهم النهاردة قدروا يحافظوا على روح الرواية، وفي أوقات تانية كمان الفيلم اتفوق على الرواية. طبعا مش محتاجين نتكلم بقى عن إن دي آراء شخصية وعن إن دي الحاجات اللي جت في دماغي، يعني مش شرط إن دي تكون أفضل حاجات جت في التاريخ. كل ده بقى كلام يعني رايح لحاله بقى يعني. وطبعا مفيش اي حد لاحداث الروايات او الافلام دي لو انت لسه ما شفتهاش او ما قريتهاش. ونبدا مع روايه صاحبه المركز الخامس، وهي روايه انا حره للكاتب احسان عبد القدوس. رواية أنا حرة بتدور حوالين البطلة اللي اسمها أمينة. أمينة بنت مصرية عايشة في فترة الأربعينات. أمينة عايشة في بيت عمتها ووسط جو خانق من العادات والتقاليد. المجتمع حواليها شايف ان البنت تتجوز وتخلف، بس أمينة عندها روح متمردة جدا وشايفة ان الحرية هي اغلى حاجة في الدنيا. هي مش عايزة تكون مجرد تابع للرجل، سواء كان ابوها او اخوها او جوزها. الرواية بتعرض صراعها مع عيلتها علشان تكمل تعليمها، واللي كان وقتها رفاهية لكتير من البنات. وبنشوف ازاي أمينة بتشتغل وبتعتمد على نفسها ماديا، وبنشوف برضو رحلتها في ان هي تختار شريك حياتها. ومن هنا بنبدأ نشوف هل فعلا لما البنت بتستقل ماديا وبتخرج وتدخل زي ما هي عايزة بتبقى حرة، وايه هو التمن اللي ممكن تدفعه قصاد التمرد ده. احسان عبد القدوس بيحط أمينة في مواقف بتخليها وتخلينا كقراء نسأل، هو يعني ايه حرية اصلا؟ هل هي خلع الحجاب واللبس المودرن، ولا هي قوة شخصية، ولا هي إنك تلاقي قضية تدافع عنها؟ الفيلم ده يعتبر واحد من كلاسيكيات السينما. إحسان عبد القدوس قدر يجسد ببراعة صراع بطلة الرواية مع قيود المجتمع، كان سابق عصره. والفيلم قدر ينقل التمرد النفسي اللي في الرواية بشكل يخليك تتعاطف مع البطلة وتفهم فلسفتها. ومن هنا نروح للرواية صاحبة المركز الرابع، وهي لا تطفئ الشمس للكاتب إحسان عبد القدوس. برضه رواية لا تطفئ الشمس هي ملحمة عائلية بامتياز، كتبها إحسان عبد القدوس على جزئين، وهي بتعتبر واحدة من أضخم وأجمل أعماله اللي بتشرح نفسية العيلة. الرواية بتدور حوالين عيلة أرستقراطية متوسطة فقدت الأب، وبقت الأم هي المسؤولة عن البيت. العيلة دي عايشة في حي جاردن سيتي، مكونة من الأم و5 أبناء، 3 ولاد وبنتين. كل واحد فيهم عالم لوحده وعنده أحلامه وتمرده الخاص. الرواية مش بتحكي قصة واحدة، هي بتتبع حياة ال5 إخوات وإزاي كل واحد فيهم بيحاول يدور على الشمس بتاعته. الرواية بتعرض كمان الفجوة بين تفكير الأم اللي عايزة تحافظ على تقاليد العيلة وسمعتها، وبين الأولاد اللي كل واحد فيهم عنده مفهومه للحرية، عايز يكسر القواعد علشان يعيش تجربته الخاصة. هنا إحسان بيسأل، هل الحرية إننا نعمل اللي إحنا عايزينه حتى لو جرحنا اللي بنحبهم، ولا الحرية هي التضحية؟ الرواية مش بس اجتماعية، هي أحداثها بتدور في وقت تحولات سياسية كبيرة، وبنشوف ازاي الأحداث دي بتأثر على البيت من جوه. إحسان عبد القدوس رغم إن الرواية ضخمة جدا وصعب تتلم في فيلم، إلا إن المخرج صلاح أبو سيف قدر يلم لنا الملحمة دي بشكل مركز جدا. ومن هنا نروح للمركز الثالث، وهو رواية تراب الماس. أحداث رواية تراب الماس بتدور حوالين حادثة بتقلب الموازين. بطل الرواية هو طه، شاب بسيط شغال مندوب دعاية في شركة أدوية، عايش حياة روتينية ومملة جدا مع والده القعيد حسين الزهار. حياته الهادية دي بتتدمر تماما في ليلة واحدة بس، لما بيرجع البيت ويلاقي والده اتقتل في ظروف غامضة وبشعة. وهو بيدور في حاجات والده بيلاقي مذكرات الزهار، السر المخبأ بعناية. المذكرات دي مش مذكرات عادية، دي دفتر حسابات لجرائم وفساد وقصص مستخبية من أيام الملكية لغاية عصرنا الحالي. بيكتشف إن والده ما كانش مجرد راجل عجوز، ده كان شايل سر كبير قوي اسمه تراب الماس. أحمد مراد، ويعني إحنا اتكلمنا عن أحمد مراد كتير، ما ينفعش ننساله رواية تراب الماس. الفيلم ده متميز جدا لأن أحمد مراد هو اللي كتب السيناريو بنفسه، فقدر يحافظ على الغموض والسوداوية اللي في الرواية. الفيلم جرعته الفنية عالية جدا، وأداء الممثلين فيه خلاه واحد من أفضل الأفلام المقتبسة في السينما الحديثة. ونروح لرواية صاحبة المركز الثاني، وهي رواية الفيل الأزرق لأحمد مراد برضه. أحداث رواية الفيل الأزرق بتدور حوالين يحيى راشد، طبيب نفسي انقطع عن العمل لمدة 5 سنين وعزل نفسه عن العالم
بعد حادثة شخصية أليمة دمرت حياته وخلته يدمن الكحول والقمار. بيقرر يحيى مضطرا إنه يرجع لشغله في العباسية للصحة النفسية، وهناك بيتم نقله لقسم 8 غرب، وهو القسم المخصص للمجرمين اللي ارتكبوا جرائم قتل بس بيتم فحص قواهم العقلية. المفاجأة الصدمة إن يحيى بيتفاجئ إن أول حالة المفروض يفحصها هي صديق عمره ودكتور زميله اسمه شريف الكردي، واللي متهم بقتل مراته بدم بارد. يحيى بيبدأ يحاول يكتشف الحقيقة، هل شريف مريض نفسي فعلا ولا بيدعي المرض علشان يهرب من حبل المشنقة، ولا في حاجة تانية مش مفهومة في حركته. أحمد مراد الفيلم ده كان نقلة بالنسبة له كبيرة في السينما، لأنه كان أول فيلم يكتبه. قدر المخرج مروان حامد يحول الخيالات والهلوسات اللي بنقراها في الفيلم لصورة بصرية مبهرة ومرعبة في نفس الوقت. الفيلم حقق نجاح ساحق لأنه قدر يوصل روح الرواية للناس اللي ما بتقراش أصلا، وده كان إنجاز كبير. ونروح للرواية صاحبة المركز الأول والأخير معانا النهاردة، وهي رواية الكتكات للكاتب إبراهيم أصلان. رواية الكتكات بتدور حوالين حي إمبابة، وتحديدا منطقة الكتكات. هي مش رواية أكشن فيها بداية وعقدة وحل تقليدي، هي أقرب لكاميرا بتلف في شوارع الحارة وبتدخل البيوت والقهاوي عشان تنقل لنا تفاصيل أيام من حياة شخصية الشيخ حسني، وهو بطل الرواية. راجل فاقد لبصره بس رافض يعيش دور الضحية أو العاجز، هو روح الحارة، بيعرف كل كبيرة وصغيرة، وبيقضي يومه في البحث عن الانبساط والهروب من واقع الفقر. وابن الشيخ حسني يوسف شاب مثقف بس محلك سر، حاسس بالضياع ومش لاقي شغل ولا عارف يحقق حلمه، وبنشوف من خلاله حيرة الشباب في الفترة دي. الفيلم ده بالنسبة لي تحفة سينمائية خالدة. الفيلم ده بيثبت ان الاقتباس مش لازم يكون نقل حرفي، لكنه نقل للإحساس والفلسفة، والفيلم ده بالنسبه لي هو الافضل بلا منازع. وبكده خلصت حلقه النهارده من برنامج سلفني كتاب. يا ريت تعملوا لايك الحلقه عجبتكم، يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب وتفعلوا الجرس، وهتلاقي الاكونت بتاعي الفيسبوك في الديسكربشن تحت. اعملوا لي عشان عندي كتب وروايات، ويا ريت تعملوا لايك البيج بتاعتنا على الفيسبوك الموجوده في الديسكربشن تحت. والى اللقاء في الحلقه القادمه.